لو كنتوا فاكرين انكوا دقتوا طاجن بامية مظبوط قبل كده يبقى لسه ما جربتوش طريقتي. اللحمة والبامية بتدوب وقوام الصلصة يجنن، فيلا اقولكوا على طريقتي فيه. اول حاجة ان احنا نحمر اللحمة كويس قوي في معلقة سمنة بلدي قبل ما نسلقها، ده بيدي طعم للحمة حلو قوي بعيدا عن اللحمة العادية المسلوقة، وكمان بيخلي طعم الشوربة غني. وبحط 2 كوب شوربة سخنة على الطماطم عشان السخونية بتدوب الطماطم وبتخلي قوامها حلو قوي. ما بحطش المستكة على اللحمة، انا بحطها وانا بكرمل البصل والبامية عشان تدي ريحة وطعم حلو قوي. وتحميصة البامية دي اهم حاجة، ده السر اللي بيخلي طعمها مميز في الطاجن. هسيب لكم المقادير بالتفصيل عشان قوام الصلصة يطلع مظبوط معاكم تحت الفيديو. انا بسيب البامية تستوي نص ساعة على النار وبعد كده بدخلها تكمل سوا في الطاجن، لان الطاجن بيديلها نكهة اضافية وفي نفس الوقت تحميرة الوش بتديلها طعم حلو قوي. شايفين قوام الصلصة مظبوط قوي ازاي؟ احلى حاجة بقى بحب اكلها مع طاجن البامية هو العيش البلدي والبصل الاخضر. لو بتحبوها بالرز والشعرية ممكن تعملوها، بس انا بفضلها دايما بالعيش البلدي مع عصرة ليمون في الاخر وبتبقى طعمها تحفة. لازم تجربوها. قولولي في الكومنتس لو بتعملوها بالطريقة دي ولا بطريقة تانية، واكيد ما تنسوش تعملوا لايك وفولو. شوفوا الحلقات اللي فاتت واستنوني في الحلقة الجاية من وصفات الجمعة اللذيذة.